السلام عليكم. مع ريفيو التانية لبيج تيربو. معانا النهارده عربية من العربيات الألمانية من شركة أوبل، هي السيدان الأكبر والأقوى اللي بتقدمها شركة أوبل في السوق المصري. شركة أوبل من أعرق الشركات الألمانية، تم تأسيسها سنة 1862 على يد آدم أوبل، وكانت الشركة متخصصة ساعتها في صناعة مكن الخياطة. بعدها ب 24 سنة، سنة 1886 الشركة بدأت تصنع أول بايسكل أو أول عجلة. مرورا بالزمن لحد ما وصلنا ل 1899 تم تأسيس أو تصنيع أول عربية من شركة أوبل. مرورا بالزمن لحد ما وصلنا ل 1929 شركة جنرال موتورز الأمريكية جت اشترت 80% من أسهم شركة أوبل، اللي هي حصة الأسهم الأكبر في الشركة، مما أدى إن شركة جنرال موتورز بقت هي المتحكمة في شركة أوبل. بعدها بسنتين بالظبط جت شركة جنرال موتورز خدت ال 20% الأسهم الباقية، فبقت شركة أوبل رسميا ملك المجموعة جنرال موتورز الأمريكية. مرورا بالزمن لحد ما وصلنا لمارس سنة 2017 السنة دي، شركة جنرال موتورز قررت انها تبيع القطاع الأوروبي ليها من أوبل الألمانية وشركة فوكسهول البريطانية لمجموعة BSA أو مجموعة بيجو سيتروين بصفقة بلغت 2.2 مليار دولار. أوبل إنسيجنيا اسمها مشتق من كلمة لاتينية معناها انسيجني، معناها الرمز أو الوسام أو الشعار. بالنسبة لأجيال أوبل إنسيجنيا فكان أول ظهور ليها سنة 2003 في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات بألمانيا. شركة أوبل عرضت العربية كعربية كونسبت بتفكر إنها تنتجها مستقبلا، كانت نازلة ساعتها بموتور V8 من كورفت. بعدها ب5 سنين سنة 2008 كشفوا عن الجيل الأول للعربية في المعرض البريطاني الدولي للسيارات بلندن، اللي استمر من سنة 2008 لحد سنة 2017 في مارس، ولكن حصل للعربية تعديل أو فيس ليفت سنة 2013. مرورا لحد ما وصلنا لمارس سنة 2017 في معرض جنيف الدولي للسيارات كشفوا عن الجيل الثاني من العربية المتوقع وصوله للأسواق مع نهاية السنة أو مع بداية سنة 2018. أما عن موعد وصوله للسوق المصري فغير محدد بعد. أوبل إنسيجنيا بتتوفر في أسواق مختلفة تحت أسماء تانية، فممكن نلاقي أوبل إنسيجنيا باسم فوكسهول إنسيجنيا أو بويك أو هولدن. دول 3 شركات بتمتلكهم مجموعة شركة جنرال موتورز الأمريكية. بالنسبه للاكستيريور بتاع العربيه اوبل انسيجنيا، احنا معانا النهارده عربيه من جروب اوبل اونرز جانج او عصابه الاوبلاويه. العربيه فول تيوند في حاجات كتير جدا صعب تلاقي زيها في مصر او في العالم عموما. لو اتكلمنا عن مواصفات العربيه من قدام، بالنسبه لفانوس العربيه بيجي فانوس زينون with DRL day time running light. تحت بنلاقي الرشاشات مع المساحات بتاعه العربيه. بالنسبه للشبك الامامي بينزل نيكل، ولكن العربيه اللي معانا النهارده مرشوشه مط. بنلاقي تحت سنسورز الباركينج، وبنلاقي تحت شفه شبيهه شفه كاربون فايبر شويه، وبنلاقي تحت خط LED مع فوانيس الفوج لايتس الاماميه، وبنلاقي شفرات موجوده في البامبر الامامي. بالنسبه للعربيه من الجنب، جنوط العربيه مقاس 18 انش، مقاس الكاوتش 245 على 45، لون الكاليبرز لونهم احمر. بنلاقي في الرفرف الامامي بنلاقي الاشارات مش موجوده في المرايات. بنلاقي الفريم اللي بادي من عند الابيلر قدام لحد السيبيلر ورا محوط الازاز. كيليس انتري للعربيه، دخول عن طريق البصمه. بنلاقي شولدر لاين جاي من العربيه من الاشاره لحد الفانوس الخلفي، وبنلاقي تحت خط العتب، وبنلاقي العربيه متركب لها عتب خاص. بالنسبه لابعاد العربيه، طول العربيه 4 متر 84 سم، عرض العربيه 2 متر 8 سم، ارتفاع سقف العربيه عن الارض متر 49 سم. اما عن طول قاعده عجلات العربيه 2 متر 73 سم. واخيرا وزن العربيه 1613 كيلو جرام. بالنسبه
للون العربيه، فلون العربيه الاصلي هو اللون الاسود، ولكن العربيه زي ما قلنا فيها بعض التعديلات موجود عليها اللونين، شويه اللون اللبني مع اللون الاسود، شبيهه شويه ايوه هي شبهها بوجاتي تشيرون، شبه شويه الاوبل انسيجنيا. كده نكون خلصنا مواصفات العربيه من الجنب. تعالوا نشوف العربيه من ورا. اما بالنسبه لاوبل انسيجنيا من الخلف، لو جبنا العربيه من فوق لتحت بنلاقي سبويلر اضافي موجود على شنطه العربيه. تحت على طول بنلاقي فوانيس ال LED اللي بيربطهم شريط النيكل اللي بيتوسطوا في النص علامه اوبل. تحت بنلاقي علامه تيربو دلاله على الموتور بتاع العربيه، علامه OBC زياده على العربيه، البرفورمانس سنتر جوه شركه اوبل. في النص بنلاقي اللوجو بتاع البوس او زعيم العصابه اوبل جان اونر. تحت بنلاقي علامه انسيجنيا، حساسات الركن بتاعه العربيه، البامبر معدل شويه من الجنب عامل فيه فتحات تهويه، وتحت بنلاقي دبل اكزوست للعربيه. بالنسبه لشنطه العربيه مساحه التخزين فيها 500 لتر، بتزيد المساحه دي مع طي المقاعد الخلفيه اللي بيتم طيها على 3 اجزاء، كل كرسي منفصل لوحده. اما بالنسبه للموتور اوبل انسيجنيا، النسخه اللي بتنزل لنا مصر بتنزل موتور 4 سلندر 1600 سي سي تيربو تشارجد، بتولد قوه 170 حصان عند 4250 دوره في الدقيقه، وبتولد عزم 260 نيوتن متر عند 4250 دوره في الدقيقه. بيمكن العربيه من التسارع من 0 ل 100 كم في الساعه في 9.9 ثانيه، ده الرقم الرسمي، عشان توصل لسرعه قصوى رسميه 210 كم في الساعه. موتور العربيه زي ما قلنا متوصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات. اما بالنسبه لتانك العربيه، فتانك العربيه 70 لتر. متوسط استهلاك العربيه على الطرق السريعه بيصل ل 5.2 لتر لكل 100 كم. اما استهلاك العربيه جوه المدينه في الزحمه بيوصل ل 9.1 لتر لكل 100 كم. فمتوسط استهلاك العربيه تقريبا 6.6 لتر لكل 100 كم. مش بس ده الموتور اللي بيتوفر على اوبل انسيجنيا، ده الموتور اللي بيجي لنا مصر. في 3 مواتير اخرى. الموتور الاول 1400 سي سي تيربو تشارجد، بيولد قوه 138 حصان وعزم 200 نيوتن متر. الموتور الثاني 1800 سي سي NA ناتشرالي اسبيريتد من غير تيربو، بيولد 138 حصان وعزم 175 نيوتن متر. اما اقوى موتور بينزل على اوبل انسيجنيا موتور 2000 سي سي تيربو تشارجد، بيولد قوه 247 حصان وعزم بيصل ل 400 نيوتن متر من التور. تعالوا نشوف العربيه من جوه. اما بالنسبه لداخليه اوبل انسيجنيا من الخلف، فبالنسبه للمساحات جوه العربيه فانا شايف ان المساحات تقريبا واسعه، الكرسي راجع على اخره. بالنسبه للكونسول بتاع العربيه مكمل ورا بفتحات التكييف، مخرج 230 فولت تقدر تشحن عليه اللابتوب بتاعك. بالنسبه للارم ريست بتاع العربيه في 2 كاب هولدرز، في مساحه تخزين مش بطاله. بالنسبه للازاز الجانبي للعربيه بيجي ازاز فامي بجانب الازاز الخلفي للعربيه. ده اوبل انسيجنيا من الخلف. تعالوا نشوف اوبل انسيجنيا من قدام. اما بالنسبه لداخليه اوبل انسيجنيا من الامام، لو بدانا من الستيرنج ويل، الستيرنج ويل بتنزل من الجلد. لو بصينا على اليمين هنلاقي ازرار التحكم في الصوت، على الشمال ازرار التحكم في مثبت السرعه مع الكوماند سيستم لو انت موصل الموبايل بتاعك بالبلوتوث. ورا الستيرنج ويل بنلاقي الشفتات البادل شيفترز. بالنسبه للعدادات العربيه، عدادات
ديجيتال، مقاسها 4.2 انش، عداد العربيه اخره 260 كيلومتر في الساعه. بالنسبه للكونسول بتاع العربيه، فلو بدانا من فوق لتحت هنلاقي في البدايه زرار التراكشن كنترول، حبيت تفصله، بعد كده زرار الانذار، بعد كده ازرار السنسورز. بالنسبه لشاشه العربيه، شاشه بتشتغل باللمس، مقاس 8 انش، متوصله بنظام صوت CD وMP3، موصل ب7 سماعات. هننزل تحت. بالنسبه لازرار التكييف دول زون، تقدر تتحكم في درجه الحراره على اليمين غير درجه الحراره على الشمال عن طريق التاتش. بجانب ازرار تبريد وتدفئه المقاعد الاماميه اللي هي جلد ريكارو. الكرسي السائق اللي انا قاعد عليه بيتحرك في 8 وضعيات مختلفه، اما كرسي الباسنجر اللي قاعد جنبه بيتحرك في 6 وضعيات مختلفه، والاثنين فيهم تبريد وتدفئه المقاعد. دي وضعيات الاير باجز. بالنسبه ده زرار تشغيل وقفل التكييف. مساحه تخزين موجوده قصاد الفتيس. فتيس العربيه ستيبترونيك 6 سرعات. هننزل تحت هنلاقي الهاند بريك الكترونيك، بتدوس لتحت وبترفع لفوق. بالنسبه للماوس بتاع التحكم في الشاشه، زرار الكتابه على الماوس، وفي زرار الباك موجود في الجنب. بالنسبه لمساحه تخزين العربيه، فيها 2 كاب هولدرز. الارم ريست بنلاقي فيه مخرج باور، 2 USB ومخرج اوكسيلري وكارت ميموري. اما بالنسبه لسقف العربيه، فلو جبناه من البدايه بنلاقي الاضواء، بعد كده بنلاقي سنسورز بتديتكت الموشن جوه العربيه. التوب لاين فيها خاصيه الانتي ثيفت سيستم، ان العربيه لو حصل فيها اي رجه بتبدا تفصل الكهرباء بتاعتها، بجانب انها بتشغل الانذار او بتشغل البانيك. بعد كده فتحه السقف ممكن تفتحها فتح كلي او فتح جزئي هكذا. بالنسبه على شمال الستيرنج ويل بنلاقي ازرار التحكم في الاضواء، بجانب هنا في درج سحري شمال الدركسيون. بالنسبه تحت بنلاقي وضعيات الكرسي، بيتحرك في 8 وضعيات مختلفه. الفرونت باسنجر بيتحرك في 6 وضعيات مختلفه، ده لقدام والورا. ده ازرار التحكم في ظهر الكرسي، ودي ازرار القطنيه. بجانب الميموري سيتس بتاعت الكرسي، انك تقدر تسيب ذاكرتين للكرسي. لو عائله بتسوق العربيه، كذا شخص بيسوق، يقدر يسيف كل وضعيه خاصه بيه. بالنسبه للباب بنلاقي ازرار التحكم في المرايه اللي فيها اوتو فولدنج، مرايات ضم، ازرار فتح وغلق الباب، بجانب ازرار التحكم في الازاز مع غلق الازاز الخلفي مع الاطفال. في بعض التعديلات في شريط لونه ازرق اليومينيتنج بينور موجود بمحيط العربيه من الداخل. قصاد الفتيس بنلاقي برضو هنا في تعديل بسيط في زرار او في شريط اليومينيتنج بينور برضو. اما بالنسبه لمساحه تخزين الى حد ما معقوله مش صغيره. ده بالنسبه للعربيه من الداخل. بالنسبه لمواصفات الامان، العربيه بتنزل بفرامل ABS انتي لوك بريك سيستم مضاده للانغلاق، بتنزل بنظام ESP الكترونيك ستابيليتي بالانس، بجانب التراكشن كنترول. العربيه بتنزل ب6 ايرباجز في الدركسيون، بجانب ايرباجز موجود في الداشبورد عند الفرونت باسنجر، بجانب ايرباجز ستائر جانبيه وموجوده في الكرسي الدرايفر مع الفرونت باسنجر. بجانب ان العربيه واخده تقييم 5 من 5 من اختبارات اليورين كاب للتصادم. ده باختصار شديد العربيه من جوه. تعالوا نتكلم بقى عن مميزات العربيه وعيوبها من خارج العربيه. اما بالنسبه لمنافسين اوبل انسيجنيا، فدايما اللي بقى معاه رينج فلوس من 450,000 جنيه لحد 550,000 جنيه بيبقى محتار ما بين 7 عربيات سيدان، غير العربيات الاس يو في او الكروس اوفر، غير العربيات المستعمله. مين بينافس اوبل انسيجنيا؟ بدايه بيجو 508، فورد فيوجن، فولكس فاجن باسات، سكودا اوكتافيا A7، والنيو كامرز الجداد للسوق المصري هوندا سيفيك الشكل الجديد الجيل العاشر منها، وهيونداي سوناتا اللي تم طرحها الاسبوع اللي فات في السوق المصري. ايه اللي يميز اوبل انسيجنيا عن منافسيها؟ اولا شكل العربيه الانسيابي الرياضي المختلف عن منافسيها، يمكن اقرب واحده ليهم هي هوندا سيفيك. تاني حاجه الموتور العافي بتاع العربيه 170 حصان. عشان تجيب موتور اقوى من اوبل انسيجنيا محتاج تدفع فوق 525,000 جنيه. اوبل انسيجنيا بتبدا من 450,000 جنيه. بالنسبه لاسعار
اوبل انسيجنيا يوم 28/4/2017 الساعة 1:07 بتنزل بثلاث فئات. فئة إليجنس 450,000 جنيه، فئة هاي لاين 490,000 جنيه، والفئة التوب لاين اللي معانا النهاردة سعرها 560,000 جنيه. بكده نكون وصلنا لنهاية الريفيو بتاعتنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، سبسكرايب واشتراك للقناة بتاعتنا على اليوتيوب، وانتظروا منا ريفيوز جديدة. السلام عليكم.